معكم رشيد أبو زيد وجذور عربية في الخط المصري القديم وفي كتاب الله. المخبتين، يا ترى إيه معنى المخبتين؟ ربنا ذكر مسمى أو حدث أو نشاط المخبتين. نشاط المخبتين دول أفراد يحملون قيمة تسمى المخبتين. ربنا ذكر لك المخبتين في الآية اللي بعديها، يعني المخبتين وبشر المخبتين، الآية 34 في سورة الحج. ربنا ذكر لك الأداء بتاعهم أو النشاط بتاعهم في الآية 35 التالية اللي بعديها. تعالوا الأول نعرف إيه النشاط اللي بيأديه المخبتين. إيه النشاط اللي بيأديه المخبتين، وبعد كده هروح لكم لمسمى المخبتين ونشوف ايه القيمة اللي بيحملها مسمى المخبتين واحدة واحدة. الآية 35 بتصف حال المخبتين، نشاطهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ده الأداء بتاعهم، كل ده نشاطهم. لكن هنا ده القيمة بتاعتهم، ما يحملوه الذي أدى إلى ذلك أن يفعلوا ذلك النشاط. نفهم النشاط الأول وبعد كده عشان أشرح لكم من الخط المصري القديم حقيقة القيمة المحمولة في المخبتين، ونشوف الكلام صادق ولا مش صادق. ده كلامي أنا، لكن كلام الخالق صادق بلا ريب وبلا شك، بلا شك وبلا ريب وبلا ظن حتى. الذين إذا ذكر الله، الذين دول أصحاب نشاط، أصحاب أداء، أصحاب فعل. لاحظ بعد الذين بيجي أصحاب الأداء، بيجي النشاط أو الفعل. مثلا ربنا يقول لك إيه؟ الذين آمنوا، يبقى فعلهم إيه أو نشاطهم إيه؟ آمنوا. الذين كفروا، فعلهم إيه؟ كفروا، إلى آخر الأمثلة اللي موجودة في كتاب الله. الذين إذا ذكر الله، ده نشاطهم، نشاط هنا جاي أهو. إذا بدأ الدخول في الحدث، ده إذا دي اسمه تنشيط الحدث. إذا ذكر الله، ذكر الله هنا حالة إدخال معرفي في مقامات الحدث اللي موجودة حواليك. كيف يذكر الله؟ أن تطلع على الأحداث المحيطة حولك، أي ما أنتجه الخالق. لما تلقى حد يشرح لك كده حدث أو نشاط من أنشطة الخالق في ملكه، اعرف إن أنت في حالة ذكر الله. يعني ذكر الله ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تلقي معرفي، إدراك معرفي لحقيقة ما. خلاص كده؟ ذكر الله يعني حدث الخالق تم إدخاله، فهموه، بدأوا يستوعبوه. وجلت قلوبهم، دي النتيجة. يعني إيه وجلت؟ طبعا هتلقى وجلت معناها خاف يا عيني وارتعش، لا. وجلت هنا ده دليل على التأثير الداخلي من ذكر الله، يعني حصل لهم تأثير اسمه وجلت. الوجي في علم عربية هو الازدهار، والله اسمه حالة الازدهار والانتعاش. حصل لهم انتعاش من حالة اسمها اللت دي اسمه الاتصال على فكرة. يعني وجلت دي اسمها حالة الانتعاش من الاتصال. انتعشت القلوب، بدأت القلوب تخضر، حتى تلقاها في الخط المصري القديم الواج معناه جرين، الخضرة. ما الخضرة معناها الازدهار. أي منطقة خضراء منطقة مزدهرة. فهنا بدأت قلوبهم تنتعش، تزدهر بالمعلومة. أمال إيه في حالة إبراهيم عليه السلام؟ قال إن منكم وجلون. هنا تم فقد الازدهار المعرفي لدى إبراهيم تجاههم، لأن دي عايزة توضيح لكم من خلال جذور عربية. يعني أيوة في هنا ازدهار معرفي لدى إبراهيم، بس تم فقده من ناحية مين؟ من ناحية الضيوف اللي جولوا. قال إن منكم وجلون، إيه معناها؟ أي لا نعلمكم من أنتم، ليس لدي معلومات كافية تتيح لي معرفتكم. معلومات الازدهار يعني اللي عندي، لأن المقطع الأخير في وجلون تعبر عن ذلك، واشرحها لكم في وقت تاني. قالوا لا توجل، قالوا له إيه؟ لا توجل يعني لا تجهل، هنوضح لك، إنا رسل ربك. بدأوا يوضحوا له عشان يزيلوا عنه إيه؟ وجلون، حالة الجهالة. لاحظ حتى يا سيدي لو حالة خوف. ليه
ليه الإنسان بيخاف؟ لأنه بيجهل. من يجهل يقلق. ما هو أنت خايف من حدث ما، تجهل المعلومات التي تؤدي بك إلى معرفة الحدث ده حقيقته إيه. أول ما تعرف الحقيقة بتاعته خلاص ترتاح، أصبحت في حالة وجلت، غير وجلون. هنا وجلت ده حالة الاتصال المعرفي، حالة الاتصال بالازدياد، خلاص كده وجلت. والصابرين على ما أصابهم. طبعا كل فهمنا عن الصابرين أنه الصبر يا عيني إنك تقعد وتحط إيدك على خدك وتنتظر الفرج. خطأ، هثبت لكم دلوقتي. على ما أصابهم ده مش شيء سيء على فكرة، مش شرط. أصابهم هتلقاه في كتاب الله بخير أو بشر، فأصابهم دي اسمها حالة اتصال يتوقف على ما بعدها. هنا ربنا ما جابلكش طبيعة الاتصال، جاب لك اتصال مطلق، يعني ممكن يتصلوا بخير، يتصل بهم خير، أو يتصل بهم شر، سوء يصيبهم. في الحالتين عندهم الصابرين. يا ترى إيه معنى الصابرين؟ بص يا سيدي، الصابرين مش معناها إنك واحد صبور كده قاعد هادي لا حول لك ولا قوة ما تعملش حاجة. سؤال، ليه سمينا الصبار اللي في الصحراء ده اللي هو في المنطقة القاحلة صبار؟ قال لك صبار ده من الصبر، عنده صبر الجبال. انت ما فهمش ليه احنا سميناه صبار. الشخصية دي شخصية معرفية، شخصية باحثة عن المعرفة لكي تعيش. ازاي؟ هو ليه عايش؟ ليه قادر يعيش في الصحراء دي؟ ليه قادر يعيش في البيئة القاحلة دياتي؟ عنده مهارة عالية في البحث المعرفي، في أدائه، في نشاطه، في وجود الماء، إنه أوجد الماء يجيبه من أي حتة. مش عنده الخاصية دي؟ لا عنده، وعنده تكيف فيه في تكوينه إنه يحافظ على الماء بداخله. في الحالة دي هو أصبح صابر، أصبح صبار. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، باحث عن المعرفة بمهارة وإتقان. كلمات عربية مش بالخيال بتاعنا، بحقيقة الأداء. نفهم كويس، الله يرضى عليكم ويرضى علينا، وإن شاء الله هيرضى علينا عندما ندرك حقيقة المعاني في كتابه. هيرضى علينا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف اللي بعديها، ذلك لمن خشي ربه. خشي مش خاف، خشية مش خاف، خشية دي عايز معرفة، بحث عن معرفة. أما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى ده باحث عن المعرفة، مش خواف ولا خايف. الكلام مترتب، الكلام منسجم، المعاني متصلة غير منفصلة حقيقة. يبقى الصابرين دول أصحاب البحث المعرفي والتطبيق بالمعرفة على ما أصابهم. يعني صابهم خير، لقوا خير قدامهم، يعملوا إيه؟ يتصلوا. أصابهم دي حالة اتصال، يتصلوا بالخير بالمعلومات اللازمة للحصول على الخير أو بالإمداد بالخير. خلاص كده؟ طب وانصابهم سوء ما يسكتوش، برضو يبحثوا عن أدوات الحل، يشوفوا إزاي يحلوا المشكلة دياتي. والصابرين على ما أصابهم. صابهم أي شيء بيدرسوه معرفيا، هم دول الصابرين. تروح يمين تروح شمال، هتروح في كتاب الله، أتحداك وهجيب لكم من خلال جذور عربية بتفصيل معنى الصابرين والصابر والصبار، هجيبها لكم بتفصيل. عايزين تعرفوا الصابرين؟ روحوا بعد ربنا بيذكر لك آياته وأداؤه في ملكه، يقول لك إن في ذلك لآيات. آيات دي خصوصية طاقة محمولة، أنت اللي هتشيلها. خصوصية طاقة، مقدرة هتحملها، اسمها إيه؟ الصبار الشكور. على فكرة الشكور دي مش شكرا يا رب ثناء على الخالق، الشكور دي صاحب المهارة في الأداء. واعملوا آل داود شكرا، أي إتقانا بالعمل. بالنعمة اللي عطاها لكم ربنا دي اتقنوا العمل. ده لسه في معاني متعددة تحتاج لفهم صحيح، لن تفهمها فهما صحيحا إلا من خلال الأداة الصحيحة التي أعطاها لنا الخالق، اللي هي إيه؟ بلا ريب بلا شك لسان عربي مبين، لسانا عربيا، مش اللي في دماغك اللي درسته أنت اللغة العربية، لا، اللي أنزله لك الخالق في الكتاب وفي الأرض حواليك في كل مكان. طيب، والصابرين على ما أصابهم، خلاص بحثوا معرفيا وحلوا المشاكل بتاعتهم وخدوا الخير اللي هم عايزينه. بعد كده هيستخدموه فين؟ في مواضعه. هيستخدموا الأداء ده بجماهيرين في حل المشاكل سواء في الخير أو الشر، هيستخدموه حواليهم والمقيمين. دي حالة التنشيط في المواضع.
المقيمين دي معناها حالة التنشيط في المواضع، ياخدوا الخير ويحطوه في الموضع بتاعه. لاحظ، والمقيمين الصلاة، الصلاة يعني الصلات، حالة الاتصال باللي حواليهم. الدليل ما بعدها ومما رزقناهم ينفقون، لأنهم مقيمين الصلاة يترتب عليها ومما رزقناهم ينفقون. يترتب على مقيمين الصلاة جاية منين؟ من والصابرين على ما أصابهم. طب جابوها منين؟ الصابرين على ما أنا ماشي بيك عكس كده الفقعة. والصابرين على ما أصابهم جت منين؟ جت من وجلت قلوبهم. طب وجلت قلوبهم جت منين؟ جت من إذا ذكر الله. تعالوا أديكم نشوف بالسهم عاملة إزاي. أنا جيت بالسهم هنا، هاجي كده واطلع كده، ده لو أنا هرجع، وبعد كده هطلع كده وهاجي كده، ولغاية ما هوصل هنا. الترتيب صحيح. ارجع تاني، هاخد من هنا اوصل لغاية هنا، ومن هنا هوصل لهنا، طب ومن هنا هوصل لهنا، طب ومن هنا هوصل لهنا. دايرة متصلة، دايرة متصلة. بص انا بلف كده وممكن ارجع كده. دايرة متصلة، احداث تترتب على احداث، اسمه النظام. الخالق خلق الكون بنظام، وخلقك أنت يا إنسان بنظام، وجعلك تتعامل مع الأشياء بنظام. فرتب نفسك، رتب أحوالك، تكن ناجحا. أيوة كلنا مقصرون، فينا المقصر وأنا أولكم مقصر، لكن إن رتبت أعمالي وأحوالي أصبح ناجحا. طيب كده عرفنا فعل أو نشاط المخبتين. المخبتين، ما قلتش المخبتين بس، المخبتين. طب تعال شوف المخبتين في خلال الخط المصري القديم من خلال جذور عربية، وشوفوا معناها الجميل. احنا قلنا ان هي ايه؟ قيمة محمولة. يعني دول اصحاب الفعل ده، اصحاب ده يحملوا قيمة محمولة يترتب عليها النشاط اللي انتوا شفتوه ده كله ده. طب ما معنى المخبتين؟ المخبتين جذور متراصة جنبا الى جنب تعبر عن حدث ضخم جدا كبير. تعالوا نشوفه. هي كده جذورها كده، مخ، والبي والتي والنا. ايه ده؟ هي دي الجذور العربية. امال ليه ربنا ذكر لك فواتح السور كاف ها يا عين صاد كاهي عصا؟ ما دي جذور عربية. نون، انت بتقول نون، هي نون بس كده كده. نا، ما دي لها معنى. نا هي دي على فكرة، وهجيبها لكم دلوقتي بنفس المعنى. نا هي دي جذر من جذور عربية له معنى. صاد، صا ده جذر وليه معنى. قاف جذر وليه معنى. طا ه، طه ده جذرين وليهم معنى. ياسين، ياسي صاحب المقام، ده جذرين وليهم معنى. هو دي جذور عربية، هو نفس الأداء. تعالوا، ما معناها الآل دي معناها ايه؟ معناها منطقة إنتاج، زي أرض خصبة كده بتنتج حاجة معينة، وتترجم في القاموس إيربل لاند، الأرض الخصبة المنتجة بتنتج تآلف معين، وهي منطقة التصنيع والتآلف. زي مثلا إيه؟ نقول آل إبراهيم. يعني إيه آل إبراهيم؟ دي المنطقة أو المجال اللي بينتج منه من على شاكلة إبراهيم. آل موسى، آل عمران، آل وفي آل فرعون إنتاجه السيء برضه موجود. مش في آل فرعون؟ آل فرعون أو آل فرعون. طب الآل دي قلنا منطقة إنتاج. طب إيه اللي بينتج فيها؟ حاجة اسمها المخ. المخ على فكرة بتكتب كده في الخط المصري القديم. أدي الميم، ده رمز البومة بينطق معانا ميم، وهنا في تكملة وبيدينا معنى جميل هنا، دي اسمها مخ. مخ. لاحظ، سمينا فعل معين جميل جدا وهو ما يطلق على العقل بنسميه المخ. فيه الجذر ده موجود في المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين اللي عندهم مخ. يعني المخ ده يعبر عن حمل قيمة، عن حمل شيء ذو قيمة، قيمة تحترم، ويسمى المحترم. يعني المخ ده في جذور عربية دي بنفس الكتابة دي مخ. لاحظ هنا دي تنطق مو كبداية صوتية، والذراع اللي شايلة شيء سمين قيم دي تسمى مو، والغربال ده يسمى خاء، ينطق خاء. الغربال هنا خاء.
طيب لو انا هفصلها، الغربال ده بينقي الاشياء، بينزل لك اللي تختاره انت بعناية، بيفصل لك اللي انت مش عايزه وينزل لك اللي انت عايزه، او ينزل لك اللي انت مش عايزه ويخلي لك اللي انت عايزه فوقيه، تبع ما انت صنعت الغربال بتاعك، صح كده؟ ده المخ بيعمل كده، بيحلل الاشياء، بيبدأ التحليل وبيبدأ الفصل المعلوماتي وبيبدأ يختار المناسب، فيسمى المخ. ومن يختار المناسب فهو شخصية محترمة. اللي يختار المناسب، يعني المناسب أي ما يناسب الآداء ويسمى الحق. فالحق هو ما يناسب الآداء، يناسب تشغيل، يناسب طبيعة التشغيل، صح؟ ينسجم. فالمخ أمال ده إيد ممتدة شايلة حاجة ذات قيمة، وده في المصرية القديمة حاجة قيمة، كان شيء قيم جدا للغذاء، رغيف خبز. فالمخ ده هو حامد القيمة. طيب هم بيحملوا ايه؟ ناخدها بالترتيب. المخبتين دول بيحملوا ايه؟ بيحملوا البي. عارفين يعني ايه البي؟ البي تتكتب كده في الخط المصري القديم كده، دي العصاية المعقوفة كده تنطق وحدها بي، دي مخصص. ده يسمى نموذج او قالب، دي شخصية، دي كاركتر، شخصية. ويسمى البي، الرجل دي ب، سعافة الناخل دي الكسرة، وده المخصص يعبر عن الشخصية. لاحظ، أنا أقول رحت مشوار معين، رحلة معينة مثلا، أقول بالأتوبيس. يعني بي، البي هنا إيه معناها؟ ده نموذج أو حدث أو شخصية الأتوبيس، ده حدث الأتوبيس أو نشاط الأتوبيس، أنا رحت بيه. بالطائرة، بالسيارة، بي كل البي دي تعبر عن نموذج حدث أو شخصية حدث بيؤدي نشاط. جبت لكم الدليل من كلامنا، والدليل من الخط المصري القديم اللي من 10,000 سنة. ركز معايا. طب هم نموذج أو قالب البي ده ماله؟ إيه صفته؟ إيه حاله؟ حال اسمه التي. التي، شوف جمال التي اللي مكتوبة هنا. التي دي عبارة عن واحد كده ذو قيمة عالية واقف، شوفوا وقفته عاملة ازاي، وشوفوا ايه اللي في ايده. في ايده صرة مال، وهنا في عصاية طويلة تؤدي على السيطرة. ده يسمى تي. تي ده اسمه صاحب السيادة. لاحظوا، كل ذو قيمة صاحب سيادة، ده قانون الخالق في ملكه. إن أنت حملت قيمة أصبحت صاحب سيادة. يعني صاحب سيادة مميز، مطلوب، ده حقيقة. طيب أنت ما قدرتش القيمة، أنت حر. لكن ده التي، صاحب القيمة، صاحب السيادة، اللي هو بيحمل سيادة. فهم بيحملوا قيمة في المخ بالاحترام، الغربلة، التنقية، الاختيار السليم فينا، وأصبح لديهم شخصية أو نموذج السيادة. أمال إنها بتكتب كده، نون دي اسمها نون فتحة زي ما هي كده، الموجة نا، أي المنتمي إلى. المنتمي لمين؟ إلى، منتمي إلى للحدث عادي اللي هيجي أو الأحداث اللي جاية، أو من خلال أو بواسطة. هما كسبوه بواسطة الحاجات دي كلها، دي اللي بيعملوها كل ده. يعني ده ينفصل عن ده، ده ما ينفصلش عن ده، ده هو ده. إن حملت ده أنت لازم تكون أديت النشاط ده. يبقى عشان تحمل ده، المخبتين أدي النشاط ده. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مخ. تاني، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المخ المحترم اللي حمل قيمة، اللي حمل معلومة، أصبح إيه؟ المخ. والصابرين على ما أصابهم، أصحاب إبداع في التعامل، المخ، عندهم مخ. طيب بعد كده يصبحوا أصحاب سيادة. والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، تينا التينا، أصحاب السيادة من خلال والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هي دي عربية،
اللي تخليك تعيش مع كتاب الله كأنه لسه نازل دلوقتي حالا، نازل من عند الخالق في الحال دلوقتي عليك. ما هي القرآن كده، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، شفاء ورحمة. ربنا بينزل، الله ما هينزل لك لما توصل للمستوى المعرفي الصحيح، انك تكتشف معلومة الشفاء. ربنا بيقول لي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله، هو رمضان أنزل فيه القرآن كتاب الله؟ لا، عندما تفهم وتدرك ينزل عليك القرآن. دي حقيقة في كتاب الله، دي مجرد فتفوتة صغيرة. أولي الألباب كده، أصحاب يحملون قيمة، نشاطهم اللي بعديه مالهم؟ الذين إذا ذكر وما يذكر إلا أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. هم ده نشاط أولو الألباب، لو عملوه هيبقوا أولي الألباب. طب وإلى النهى نفس الكلام، ده نحتاج شرح طويل جدا. أنا شرحت ده فيديو طويل أهو، هتقوله طويل، فبالك بمسك لك آية كاملة أشرحها لك بتفصيل. النهاية في الفيديو ده مش نهاية المعلومات. المعلومات عندي بفضل الله متصلة. لو قعدت أتكلم من وقت الفيديو اللي هتشوفوه ده إلى أن تقوم الساعة في كتاب الله مش هخلص، والله ما هخلص. ليه طيب؟ لأنه معلومات ربي متدفقة باستمرار لا تنضب أبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. البحر مش اللي هيجري، ده بحر اسمه الجريان، الجريان الملكوت كله، لأن الملكوت بيتمدد كل ثانية ملايين السنين الضوئية. ده كلمات ربي كن فيكون. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.